كيبدا الفيلم ديالنا مع بنت سميتها كلير وكانت راجعه للدار مع امها. منين دخلوا امها مشات عند راجلها هنري وهو اللي مصمم هذيك اللعبه اللي عامره الغاز وكتقتل الناس كيف ما شفنا في الجزء الاول. المهم دخلت عنده وطلبات منه الطلاق حيت ما بقاتش كتبغيه وما بقاتش باغا تعيش معاه. هو تصدم وقال لها عطيني غير ساعه نكمل شي خدمه ونجي نهضروا. صافي هي داك الساعات مشات للصونه ترتاح فيها بين ما سالا خدمته شويه حتى كيتسد عليها الباب ودرجه الحراره بدات كتزيد والجو كيتخنق عليها. هنا طلع ليها الغوص في الزاج ديال الحمام كيقول انا اللي كنغرق في الماء وكنعيش في العافيه. فاش قرات الجمله عرفت هادو في عين راجلها ودابا الا بغات تخرج من هنا قبل ما تموت خاصها تحل اللغز. فكرت شويه وعرفت ان الحل هو الحجر. قلبات حداها فلقات بزاف ديال الحجر قلبات في وسطهم حتى لقات حجره فيها مغناطيس وبيه باش ممكن تفتح هذوك الحديدات اللي سادين عليها الباب. حاولات مسكينه حتى سخفات وقبل ما تفتح الباب الاكسجين ما بقاش في الصونه وهنا ماتت. مور ما دازوا العوامات بنتها كلير كبرات ولكن باها هنري بقى ساد عليها في وسط غرفه ديال الزاج في الدار وكيبزز عليها تبقى تصمم هذوك الالغاز والالعاب اللي كيحط في اللعبه ديالو حيت هي ذكيه بزاف وصمات بزاف ديال الالغاز اللي ما قدر حد يخرج منهم حي. نمشيو دابا عند الناجيين ديالنا زوي وبين اللي شفناهم في الجزء الاول. قطعوا الطياره ومشاو للبلاصه اللي غادي يقلبوا فيها. منين نزلوا مشاو لواحد المبنى كانت فيه السميه ديال هنري ومنين دخلوا وقف عليهم واحد المتشرد طلب منهم الفلوس. شويه مد يدو وسرق لزوي السلسله ديالها من عنقها وهرب. هما تبعوه بجوج حتى وصل بهم للمحطه ديال التران. طلع في التران وطلعوا موراه ولكن هو قلب الدوره وخرج منه وقبل ما يخرجوا حتى هما تسد عليهم الباب ديال التران وتحرك. اما المتشرد فكان هرب. هما مشاو جلسوا وبقاو كيتسناو التران يوصل للمحطه الثانيه باش ينزلوا ويرجعوا يكملوا التقلاب ديالهم. ولكن منين جاو يشوفوا لقاو التران غادي بهم بلا شيفور وعلى غفله تفرقات العربه اللي راكبين فيها على الباقي ديال التران وشدات نفق مهجور. شويه فرانات بهم وكلهم تخبطوا وطاحوا. منين ناضوا لقاو البيبان كلهم مسدودين. واحد منهم وقف قدام الكاميرا وبدا كيغوت باش يجي شي حد يعتقهم. وهنا هضر معاهم شي حد من المكبر ديال الصوت وقال لهم نتوما دابا في اول مرحله من لعبه الهروب وخاصكم تحلوا اللغز باش تدوزوا للمرحله الثانيه. تما زوي عاد فهمات باللي هاد السته كاملين اللي هنا دازوا من اللعبه وربحوا بحالها هي وبين ودابا دخلوا لهاد الشي عاود بلا خاطرهم وخاصهم يلعبوا. في هاد الوقت خرجوا مولدات ديال الدور ركبوا مع العربه وداز فيها الضو كامله. نرجعوا لداخل فين بداو كاملين كيقلبوا باش يفتحوا الباب فلقاو ساق من تحت الكراسه. منين فتحوه طاح منه بواني وشافوا واحد من البيبان ما فيهش البواني. واحد منهم هز البواني ومشى دخلوا في الباب باش يفتحوا ولكن ضربوا الضو. رجع هز البواني وربطوا بالصمطه ديال السروال وفتح به الباب فلقاو آلة مكتوب فيها باللي خاصهم يدخلوا فيها 9 ديال العمولات. تما شافوا لافته كتقول باللي خاصهم يقلبوا على الحروف الناقصين في الكتابه. بين قال لهم باللي شاف اعلان معلق وفيه حرف ناقص فخداهم ليه شافوه. تما لقاو الاعلان ناقصو حرف السي وفاش كملوا التقلب ولقاو كاع الاعلانات اللي ناقصه الحروف زوي شافت باللي كاين 26 قبضه وهذا هو العدد ديال الحروف. هادشي كيعني ان كل حرف ناقص غادي يوصلهم لواحد من القبضات وفيهم غادي يلقاو العمولات. وفعلا غير جرات القبضه ديال حرف السي لقات فيها العمله الاولى وتما كملوا مع بعضياتهم كيقلبوا ويجمعوا. ولكن العربات زاد فيها الجهد ديال الضو فضرب واحد مسكين وقتلو. دابا كان باقي لهم غير 3 ديال العمولات. زوي عرفاتهم فين كاينين وقدروا يوصلوا ليهم قبل ما يشدهم الضو حتى هما. غير حطوهم في الاله تفتح ليهم باب في الارض ديال العربه ودخلوا فيه. تما لقاو راسهم في صندوق نازل بهم بحال السانسور وتفتح بهم على غرفه بحال الشكل ديال البنكه. يعني هما دابا في المرحله الثانيه من اللعبه. شافوا قدامهم باب على شكل خزنه وقالوا باللي هذا هو الباب ديال الخروج وبغاو يمشيو ليه. تما دازت البنت بريانه على زليجه بيضه فخرجوا ليها بزاف ديال الخيوط ديال الليزر منين كيقيسوها كيحرقوها ومن زهرها ما زادتش تحركات وبقات في بلاصتها وما قاسها حتى ليزر عاود. صحابها عاونوها وخرجوها. وهنا خدم هذاك الصوت وقال لهم خاصكم تلقاو الحل ديال اللغز في 10 دقائق حيت غادي يرجع يخدم هذاك الليزر ولكن هاد المره في الغرفه كلها. هنا مشاو كاملين كيقلبوا. اول حاجه شافوه هي الخزنات الصغار. خداو السوارت وبداو كيفتحوا وحده بوحده واول ما تفتحت ليهم وحده نزل منها بزاف ديال الالماس. غير قاصتو زويد جرحات في صبعها حيت كان ماضي بزاف. كملوا التقلاب وفتحوا خزنه اخرى فلقاو فيها ورق ديال الفلوس كلهم بيضين وما فيهم حتى طبعه. وهما كيهضروا نيه تلقى آلة ديال الكيشي مكتوب فيها باللي خاصهم 4 الارقام سريه. بين استنتج ان الرقم السري غادي يكون في هذوك الورق البويض. خدا صباع زوي ودوز الدم ديالها على وحده من الوراق وفعلا بانوا لهم الارقام السريه وغير كتبهم نيت في الكيشي. خدموا 3 ديال الساعات في الحيط وكل وحده فيهم وقفت على وقت في شكل وخرجت لهم ورقه من الكيشي كتقول باللي خاصهم يرسموا طريق امنه فوق هذاك الزليج من هاد الساعات باش يدوزوا منه بلا ما يخرج لهم الليزر. نيت اضطرينا
كينفذ الاوامر، وداز من فوق الزليج باش يلقى الطريق اللي سالمه وما فيهاش الفخ. فبدا كيعلم الطريق بالمصاصات. شويه حط رجليه على زليجه فخرجات ليهم واحد الخزنه. هنا بريانا كانت واقفه حداها، تفتحات ولقات باللي خاصها 3 الارقام سريين. فقالت النيت ما يتحركش من بلاصتو حتى يلقاو الارقام، حيت ممكن يكون فخ. بداو الاخرين كيقلبوا عليهم ولكن ما لقاوهمش. هنا نيت حيت ما بقاش الوقت كمل على طريقه، فداز فوق الزليجه اللي كان فيها فخ وخدم الليزر وحاصر الغرفه كلها، وهو تضرب وطاح سخفان. ولكن المجموعه قدروا يجروا حداهم. بريانا جربت انها تدور المؤشر ديال الخزنه بيدها وتما تحيد من بلاصتو، ومنين فتحاتو لقات فيه خريطه. تما رماتها لزوي قرات الخريطه وعرفت الطريق الامنه وسط الزليج. فقدروا كاملين يخرجوا في اخر لحظه قبل ما يوصل عليهم الليزر ويحرقهم. وتما بدات هذيك الغرفه كتريب. فاش خرجوا لقاو راسهم حدا البحر. تما كانت واحد الدار والباب ديالها مسدود، وإلا بغاو يفتحوه خاصهم المرصاد ديال السفينه. شافوا حداهم ولقاو جهاز ديال كشف المعادن، وهنا بقاو كيقلبوا وسط الرمله حتى لقاو المرصاد مدفونه تحت الرمله. فاش جروها يطلعوها بدات الرمله كتحرك وكتجر فيهم. هربوا منها، ولكن ريتشل شداتها الرمله وجراتها لتحت. نيت ربط راسو بالحبل والاخرين شدوه وهو تلاح عند ريتشل جبدها. ولكن منين جاي يطلع الحبل تقطع به وصدق هو اللي غارق تحت الرمله ومات. اللي بقاو فتحوا هذاك الباب ديال الدار، وتما لقاو تصويره لواحد المناره معلقه في الثلاجه، وهاد الثلاجه ما كانش دايز ليها الضوء. فعرفوا ان هاد الثلاجه هي الباب ديال الخروج. هنا زوي خدمت الضوء في الدار وشافت المناره على برا، وتما قالت لهم باللي ممكن هاد المناره توصلهم للحل ديال اللغز. مشات هي بوحدها وطلعت لهذيك المناره. فاش طلعت للقمه ديالها لقات التلسكوب. منين حطات عينيها عليه لقاتو موجه الرساله مكتوب فيها انا كنشوف فيك من البحر. وتما بداو كيقلبوا على اي حاجه عندها علاقه بالرساله. بين شاف تمثال قريب من البحر وعرفوا باللي فيه شي حاجه. مشى كيقلب فيه ولقى البريز ديال الضو ديال هذيك الثلاجه. خداه ومشى للدار وبرونشا الثلاجه بالضو، وهكا قدروا يفتحوها. في هذا الوقت زوي قالت ليهم باللي شافت باب اخر من المناره. فعيطات ليهم باش يجيو ليه حيت ممكن يكون الباب ديال الثلاجه غير فخ. بين عيط عليهم باش يمشيو عند زوي، ولكن بريانا ما بغاتش تمشي ودخلت من الباب ديال الثلاجه. اما بين وريتشل مشاو طلعوا للمناره. طلعت ريتشل هي الاولى، وبين منين كان طالع زلقات ليه رجلو ومسكين طاح على هذيك الرمله وغرق وسطها. زوي شافت المنظر وحزنت بزاف حيت بين هو صديقها الوحيد. المهم دخلت هي وريتشل من هذاك الباب اللي شافت. فلقاو راسهم دايزين من القوادس ديال الصرف الصحي. فاش تبعوا الطريق لقاو الباب ديال القادوس، فتحوه وطلعوا منه. وهنا لقاو راسهم في غرفه على شكل شارع في وسط المدينه. غير طلعوا جات عندهم بريانا كتجري باش ما يسدوش الباب ديال القادوس، ولكن منين وصلت عليهم لقاتو تسد بوحدو. هنا قالت ليهم خاصنا نتصرفوا دغيا، حيت في كل 30 ثانيه كتنزل شتا فيها حمض خطير الا قاس الواحد كيحرقو. وهنا بداو بثلاثه بهم كيقلبوا على الطريق ديال الخروج. تما لقاو ساروت وبيه فتحوا واحد الريدو ديال السوبر مارشي. منين فتحوه لقاو باب ديال الزاج وما عندهمش باش يفتحوه عاود. وهنا بدا الحمض كينزل بحال الشتا وكيحرق اي حاجه، ومن زهرهم ما وصلش ليهم حيت كانوا تحت الباش ديال السوبر مارشي. شويه خدمت التلفازه لداخل في السوبر مارشي وكان فيها برنامج كيهضر على الجميع ديال الماء الشتا. هنا هما فهموا الرساله وعرفوا باللي خاصهم يجمعوا شويه من هذاك الحمض اللي كينزل. وفعلا تسناو حتى بدا كينزل وجمعوا شويه منه في قرعه ديال المعدن. وتما سمعوا صوت تليفون عمومي كيصوني. منين مشاو لقاو الباب مسدود عليه بسنسله وقفل. خداو هذاك الحمض اللي جمعوا وذوبوا القفل. وفاش فتحوا جاوبوا ما رد عليهم حد، وحيت خاصهم يشوفوا شي طريقه يكملوا بها حل اللغز. خرجت زوي على برا كتقلب على اي حاجه، ولكن الحمض كان بقى ليه غير شويه ويبدا ينزل. عتقاتها ريتشل ورمات ليها مضل تغطات به. وبالصدفه وهي واقفه شافت لافته مكتوب فيها باللي خاصهم يجاوبوا على هذاك التليفون منين وصل للصوني الثالث. وفعلا تسناو حتى صونا وجاوبوه في الصوني الثالث. غير جاوبوه تفتح باب ديال واحد الطاكسي وكانت واقفه حداه زوي ودغيا دخلات ليه. فاش لحقوا عليها البنات باش يطلعوا للطاكسي تسد الباب وما بغاش يتفتح كاع. وهنا زوي شافت منظر البنات مساكن وهما كيتحرقوا بالحمض حتى ماتوا. تما تفتح باب تحت الطاكسي وطاحت فيه زوي. منين فاقت لقات حداها واحد الراجل سميتو انسير، وهو قال لها ما تخافيش راكي في امان. وهنا شافت قدامها كلير بنت مول اللعبه وهي محبوسه وسط هذاك الزاج. كلير قالت ليها انا اللي صممت هذوك غرف الالغاز كاملين حيت الاب ديالي كيستغل الذكاء اللي عندي وحابسني هنا بزز باش نخدمهم ليه. وقالت ليها عاود انا اللي بغيتك تربحي حيت عرفتك ذكيه وقادره تحلي الالغاز. وطمنتها منين قالت ليها راه عتقت الصديق ديالك بين، ووراتو ليها في الكاميرا ديال واحد الغرفه جالس فيها. وهنا طلبت منها تعاونها وتحل اللغز ديال هاد الغرفه اللي محبوسه فيها حيت باها هو اللي دايرو ليها. وقالت ليها خاصك تركزي حيت الا حليتي اللغز خطا 2 ديال المرات متابعين غادي يبدا الاكسجين ينقص عندها وتموت. زوي وافق
رفقات تعاونها وبدات كتفكر حتى قدرات تحل اللغز وخرجاتها من هذاك الحبس. غير خرجات مشات عنقات صديقها انسير، ولكن لقاتو مضروب وكله دم حيت باها عرف الخطه ديالها وجا تيرا فيه. ولكن انسير رجع هز الفردي وتيرا لباها في يدو. وهنا كلير شدات هنري ودخلاتو للغرفه ديال الزاج اللي كانت محبوسه فيها. موراها مشات ورات لزوي الطريق ديال الخروج والغرفه اللي فيها بين. من بعد رجعت كلير عند باها وقطعت الاكسجين عليه بلا ما تحن فيه. زوي عيطات للبوليس فجاو شدوه كاع اللي كانوا خدامين مع هنري. موراها بين داتو الاسعاف وهكا سالاو مع هاد اللعبه وتهنى من الشر ديالها العالم. وهنا تسالى الجزء الثاني. مازال غادي نجمع لكم الاجزاء بجوج باش تكمل المتعه. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.